بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. اهلا بكم في قناة توفير ست البيت. النهاردة هعمل معاكم فيديو مهم جدا لكل ست بتربي فراخ في البيت او حتى لو مزرعة صغيرة. الفيديو ده هرد فيه على اسئلة كتير جاتلي في طول الدورة يا بنات. انا عندي الفراخ النهاردة عمرها 33 يوم وما شاء الله اوزانها كويسة جدا، وده كله بفضل ربنا وبفضل الاعشاب الطبيعية اللي بنستخدمها. هقول لكم خطوة خطوة ايه الاعشاب اللي تنفع من اول يوم، وايه اللي يتوقف قبل الذبح، وازاي نستخدم كل حاجة صح. اول حاجة، اول ما الكتاكيت تيجي عندك طبعا بعد التحصينة الاولى، زي ما بقول لكم دايما اهم حاجة التحصينات. بعد كده هيجي عايزين ندخل عايزين نقوي عند الفراخ المناعة ونظبط الهضم. يبقى معانا حبة البركة دي ملكة الأعشاب للفراخ، بتقوي المناعة وبتحسن الهضم وبتفتح الشهية وبتقلل الإسهال. بنضيف معلقة منها صغيرة على العلف يا بنات. الحاجات دي من أول أسبوع. كمان معانا الزبادي، الدورة دي كلها استعملت لها علبتين زبادي بس، علبة في أول أسبوع وعلبة من بعد العمر ال15 كده. كان الجو برد جدا وكنت بضيف شطة، فكان مع الشطة زبادي. طبعا الزبادي كمية كبيرة من البروتينات، بتظبط الهضم وبتمنع الإسهالات وبتقوي المناعة. وكمان تحطي منها معلقة صغيرة كده على علف مرة أو مرتين في الأسبوع. طبعا العسل الأسود معانا من أول يوم وكلمتكم عليه الفيديو اللي فات. العسل الأسود ده كنز حقيقي للفراخ، مليان معادن، بيدي طاقة، بيزود الوزن بسرعة. معلقة على العلف أو على المية، بس أساسي مع العسل الأسود النشا والرز المطحون. طيب شفت فيه أي إسهالات بتوقفي عسل أسود فورا. ومعاكي كمان التوم والبصل، بعد اول 5 ايام كده يا بنات، مش من اول 3 4 ايام يعني. التوم والبصل بدأت اعود فراخ عليه بعد 5 ايام، وبدأت اضيفه بودر، وبعد كده بدأت اضيفه في السقوة وعلى العلف بس بعد الاسبوع. البصل والثوم مضاد حيوي طبيعي ممتاز جدا، بيقتل البكتيريا وبينظف الامعاء. كمان بيخلي الفراخ تاكل كويس، فاتح شهية ممتاز جدا جدا جدا. تستعمليهم من 3 ل4 مرات في الأسبوع، وبعد أول أسبوع يكملوا معاكي لحد الذبح عادي مفيش مشكلة. الكركم كمان من الحاجات اللي بتبدأ معانا من أول يوم عادي. عايزة تضيفي كركم، حبة البركة، معلقة زبادي، قطعة بيض صغيرة، الحاجات دي كلها ممكن تضيفيها من أول يوم الدورة. الكركم مهم جدا، مضاد التهابات وبيحسن تحويل العلف للحم، يعني بيفتح الشهية وبيخلي الفراخ تاكل كده. وكمان بيساعد في تحويل العلف للحم، بيخلي لحمة الفراخ كمان نظيفة. الكركم يكون أساسي من الأعشاب الأساسية معاكي من أول يوم الدورة لآخر يوم الدورة. البنجر كمان كان معايا طول الدورة دي يا بنات. بعد أسبوع بدأت استعمله كرافع مناعة ممتاز جدا جدا. كمان بيساعد في زيادة الوزن طبعا، بيفتح الشهية وبيحسن الدم وبيخلي النمو سريع. البنجر يتبشر ويتحط على العلف أو يتفرم مع المشروب بتاع البنجر والثوم والبصل والليمون. المشروب ده ممتاز جدا 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 في علاج البرد ورفع المناعة، وممتاز جدا جدا. يعني تعمليه كده مرتين كده في الأسبوع للفراخ بتاعتك. انت كده معاكي من أول يوم الزبادي، الكركم، حبة البركة، البيض المسلوق هتستعملي أول 4 أيام بس، وبعد كده خلاص. يعني حباية بيض كده كل يوم تاخديلهم منها قطعة، هي حباية بيض واحدة اللي استعملتها للدورة كلها. البيض المسلوق بروتين عالي جدا جدا، بيساعد في تكوين اللحم. يعني بس هي زي ما قلت لكم اول اسبوع بس، وبعد كده خلاص ممكن توقفيه. ممكن بعد كده يبقى مرة كل اسبوع، بس انا بفضل ان اول اسبوع بس، بحيث ان الفراخ بتبقى لسه اساسا طالعة من البيضة ومتعودة على ريحة الزفارة دي، فمش عايزينها برضو تفضل مكملة معاها للاخر. لا، اول اسبوع بس استعمليه مرتين 3 وخلاص. بس فايدته في اول اسبوع ممتازة جدا 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 وبتفرق. يعني انا الفراخ ما شاء الله، انا المفروض ان انا لو ما كانش عندي فراخ فرز في الدورة دي كنت هنهي الدورة بتاعتي يا بنات على 32 يوم، اوزان 2 كيلو ونص، 2 كيلو 700. انا اللي عطلني في الدورة دي لليوم ال35 برضو، انا ما تعطلتش كتير. انا بشوف ناس بتذبح الفراخ على 42 يوم و45 يوم، فدي انا لو سبت فراخي للعمر ال42 وال45 هوصل لل4 كيلو ما شاء الله. يعني انا على اليوم النهاردة 33 وواصلين ل3 كيلو.
وطبعًا أنا استكبرت وذبحت من عمر ال30 يعني أنا الفراخ الكبيرة كمان ذبحتها من اليوم ال30 زي ما شفتوا معايا في الفيديوهات اللي قبل كده. فأنتِ هاتي ورقة وقلم كده واكتبي الأعشاب دي واكتبي الأيام كمان اللي أنتِ هتضيفي فيها الحاجات دي، عشان الحاجات دي ما بنفضلش نضيفها طول الدورة، وفي أعمار بنبدأ ندّي فيها حاجات. يعني عندِك مثلًا الخميرة والعسل أساسيين معاكِ في زيادة الوزن. ورق الجوافة والنعناع أساسيين معاكِ في علاج تنفسي ومعوي، إسهال وتنفسي، أساسي معاكِ، دول تستعمليهم كوقاية مرة أو مرتين في الأسبوع، كعلاج 3 مرات في الأسبوع. كل الحاجات دي شارحاها على القناة بالتفصيل يا بنات ومنزلينها سقوات مع بعض. كمان الشيح من الحاجات الأساسية تبقى معاكي في الدورة كوقاية مرة في الأسبوع على العلف أو مرتين، كعلاج 3 مرات في الأسبوع سواء هتعمليه مغلي أو هتضيفي معلقة على العلف. ورق الجوافة ممتاز جدا لأي إسهال، مطهر معوي طبيعي للمعدة، بيوقف الإسهال فورا. والنعناع للبرد تنفسي، بيفتح التنفس، بيريح الجهاز التنفسي للفراخ. شوية نعناع مغليين كده على المية يومين في الأسبوع. يبقى انت كده الحاجات اللي معاكي مرة أو مرتين في الأسبوع بالكتير النعناع، ورق الجوافة، والشيح. الحاجات الأساسية معاكي من أول الدورة حبة البركة والكركم. وكمان السمسم يا بنات مهم جدا جدا جدا. السمسم لو استعملتيه من أول يوم لحد مثلا عمر ال30 ممكن كمان عادي، بعد كده احنا بنستبدل السمسم بالطحينة، مش هتشوفي كساع عند الفراخ خالص. يبقى كده السمسم وحبة البركة والكركم. كمان نستبدل بين القرفة والجنزبيل للتدفئة والنشاط بتاع الفراخ، بس برضو كل حاجة فيهم مرتين 3 في الأسبوع بالكتير. الشطة كمان ممكن نستعملها مرتين في الأسبوع، وده يعني كنت بستعملها اليوم اللي بيبقى فيه برد قارس يعني. الدورة دي كانت في شهر رطوبة، وطبعا كلنا عارفين يعني ايه شهر رطوبة، السقعة جاية من كل مكان. كده عرفنا ايه الحاجات اللي معانا من اول الدورة تكمل معانا لاخر الدورة، يعني من اول يوم ل30 يوم، وايه الحاجات اللي ممكن نستعملها مرة او مرتين بس في الاسبوع، او 3 4 مرات خلال الدورة كلها، زي الشيح وورق الجوافة والنعناع. ودول لو كعلاج بيبقوا 3 ايام متواصلين، كوقاية 3 4 مرات خلال الدورة كلها. وعلى كده الخلاصة بقى يا بنات في التربية زي ما بقول لكم من اول الدورة لنهاية الدورة، النظافة والتهوية والتدفئة، ظبطي ال3 حاجات دول هتطلع معاكي دورة سريعة وقريبة واوزان عالية على 30 يوم 32 يوم بالكتير. الفرخ بتاعك يكون فرخ سوبر، ابعدوا خالص عن الفراخ الفرز. الحاجات اللي نبعد عنها بعد عمر ال35 يوم، الحلبة. الحلبة بنستعملها حلبة مطحونة في أول 10 أيام عادي، وبعد كده بنستعمل مشروب الحلبة والحلبة الحصى عادي مفيش مشكلة لحد عمر ال30 يوم، وبوقف حلبة خلاص. وممكن قبل ال30 يوم كمان يا بنات، عشان أنا ببدأ أدبح من ال30 يوم، فببدأ أوقف الحلبة، الشيح، الخميرة كمان بوقفها. اللي بيستمر معايا زي ما قلت لكم كمية بسيطة خالص من البصل، ممكن التوم او لا، بس الاساسي معايا كمية بسيطة خالص خالص من البصل على العلف. واساسي على السوا بتاعتي الخل والعسل والليمون. بينضفوا اللحمة بتاعت الفراخ وبيخلوا لونها ابيض. وطبعا الفراخ بتاعتنا طالعة على اعشاب، يعني حاجة كده متتبلة وهي بتتربى. وبكل الحاجات اللي ذكرناها دي نقدر نطلع دورة كاملة طبيعي 100% بدون نقطة دواء. اساسي بس معانا التحصينة، اول تحصينة اللي بتبقى اول 3 ايام، وبعدين تاني تحصينة في عمر ال12 وال13 يوم، وال22 وال23 بتاع الكوكسيديا، ودي بيبقى نوع علاج واحد بتستعمليه اللي هما في المرتين. مضاد السموم كمان اساسي، بتبدأي تضيفيه للفراخ. احنا في اول عمر الفراخ بنستبدل مضاد السموم بالخل. الخل معانا برضو من اول يوم لاخر يوم في الدورة. لكن اول ما هنيجي بقى نغير العلف من بادي لنامي بنبدأ نستعمل مضاد سموم، وده اساسي معانا عشان نتجنب الموت المفاجئ او النفوق يا بنات. بتنزلي بيه سقوة يوم ويوم، او كل يوم كمان مفيش مشكلة، او تبدلي بينه وبين الخل، يعني يوم مضاد سموم ويوم خل في السقوة. واهم حاجة ان انت تستعملي نفس نوع العلف من اول يوم لحد يوم الذبح، ما ينفعش نغير من شركة لشركة. ويا رب اكون فدتكم النهارده. الطريقه دي انا مطبقاها على فراخي اللي قدامكم عمر 33 يوم واوزان ممتازه بفضل الله. اكتبوا لي في التعليقات بتستخدموا اعشاب ايه في تربيه الفراخ، وما تنسوش اللايك واشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد.
وكمان لو عندكم أي سؤال سيبوه لي في التعليقات وأنا بأمر الله هارد عليكم، ولو حابين نبدأ دورة جديدة إن شاء الله اكتبوا لي في التعليقات، وربنا يحسن ما بين إيدينا جميعًا وكل سنة وأنتم طيبين. خلاص باقي شهر على رمضان، اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين، ورمضان ييجي كده وإحنا في أحسن حال، وكل الأمة الإسلامية تبقى في خير وسعادة، اللهم آمين يا رب العالمين. انتظروني في فيديو جديد إن شاء الله، ومع السلامة.